احتضن مركز البحث والإنتاج التربوي بالداخلة فعاليات المسابقة الجهوية للشعر التلاميذي في نسختها السادسة، مسابقة يسعى من خلالها المنظمون إلى اكتشاف مواهب التلاميذ الإبداعية في مجال الكتابة والإلقاء الشعريين. طبعا كان هذا اليوم مشاركة في جميع المجالات، في مجال الشعر الفصيح، في مجال الشعر الأمازيغي الحساني، مجال اللغة الإنجليزية، أيضا اللغة الفرنسية، وطبعا مشاركات التلاميذ أصبحت هذه النسخة نسخة معروفة لدى التلاميذ، يعني كل سنة يستعدون لها ويشاركون فيها، وبالتالي فالدليل على نجاح هذه المسابقة هو أننا وصلنا للنسخة السادسة، ونتمنى إن شاء الله أن نستمر في تنظيم هذه النسخة من أجل هذا المجال من الإبداع الأدبي. مشاركات على العموم كانت مشاركة جد هامة وفي المستوى، وبالنسبة للبطاقة ديال المعايير تقريبا نفس المعايير اللي اعتمدتها كل لجنة على يعني نفس المعايير، وكنتمنى التلاميذ إن شاء الله يكون عندهم مستقبل موفق. وشاكر الأكاديمية الجهوية للتعليم في جهة الداخل والذهب لتنظيم هكذا مسابقات شعرية، لأن هذه يصقل مواهب التلاميذ بصفة عامة ويعطي دفعة قوية للشعر الحساني. التلاميذ المشاركون أبانوا عن مستوى جيد في الإبداع الشعري، كما أبدوا سعادتهم من المشاركة في هذه المسابقة. جيت اليوم كمشاركة في الشعر الحساني في قصيدة تحت عنوان واد الذهب والخليج، وكانت الحمد لله الأمور تخطات كاملة زينة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. الأجواء اللي كانت مع الاستقبال اللجنة كانت مزيانة، داز الحوار بيناتنا هذوك، قدموا لنا شيء كيفاش نبداو في القصائد ديالنا وباش نبداو، كلشي داز مزيان. غصد نشارك غمسية المسابقة الشعر، مهم تزري المسابقات فولكي، يعني تلا المنافسة نقرا بزاف اللغات، زون اللغة الفرنسية، الإنجليزية، الحسانية، اللغة الأمازيغية، يعني رديدي اللي حتى كرواد كي واحد يقص يشاركوا. المهم يعني تزري المسابقات فولكي، يعني اللجنة تفيغ بزاف من النصائح باش نكمل الغمس المسيرة. I really like this competition and I really want to participate again, but my luck it's not with my side because it's my last year in the high school. الشعر لغة المشاعر وتعبير الأحاسيس، وهو من أقدم الفنون التي أبدعها البشر، فن يتخذ من الكلمة ووزنها أداة للتعبير مع احترام عدة عناصر تجعل القصيدة أكثر تأثيرا، كلها نصائح وجهها الأساتذة للتلاميذ من أجل العمل أكثر على تطوير مهاراتهم، خصوصا وأن المسابقة تفتح أمام الفائزين آفاقا عدة.